يا مساء الفرحة والضحكة الحلوة. ازيكم يا احلى اطفال؟ انا ماما اسماء، وجايبه لكم النهارده حكايه جميله قوي من وقت القصه مع ماما اسماء. هنسافر بخيالنا ونعيش مع الابطال ونتعلم حاجات حلوه. تعالوا نسمع القصه سوا ونشوف هنتعلم ايه النهارده. عنوان القصه ادم ودكتور الاسنان. كان يا مكان، كان في ولد جميل وشاطر اسمه ادم. كان بيحب ياكل حلويات بس مش بيحب يغسل أسنانه كل يوم. مامته كانت بتقوله يا آدم، لو عايز تفضل ضحكتك منورة لازم تغسل أسنانك يا حبيبي. بس آدم كان بيقول معلش يا ماما، مش دلوقتي، بعدين أبقى أغسلها. وفي يوم حس آدم إن أسنانه بتوجعه شوية، فودته ماما لدكتور الأسنان. كانت دكتور طيبة جدا وابتسامتها تريح القلب. قعد آدم على الكرسي وكان خايف شوية، بس الدكتور قالت له ما تخافش يا بطل، أنا مش هعمل لك حاجة توجعك خالص، أنا بس هعلمك إزاي تحافظ على أسنانك وتخليها تلمع وتبقى جميلة. والدكتور قالت له لو غسلت أسنانك الصبح وبالليل هتفضل دايما سعيد وابتسامتك منورة يا بطل. آدم فرح جدا، ولما رجع البيت وقف قدام المراية وقال أنا هبقى زي الأبطال وهغسل أسناني كل يوم. ولما راح المدرسة قال لأصحابه اللي عايز أسنانه تلمع لازم يعمل زيي. قال لهم أنا بقيت بطل علشان سمعت كلام ماما والدكتور ومشيت على كل حاجة الدكتور قالت لي عليها. انتوا كمان لازم تعملوا زي أصحابي وتغسلوا أسنانكم كل يوم. العبرة من القصة يا حبايبي إن غسيل الأسنان كل يوم مش بس بيخلي ضحكتنا حلوة، لأ ده كمان بيخلينا أقوياء ومنخافش من أي دكتور أسنان. استنوني في قصة جديدة في وقت القصة مع ماما أسماء. بحبكم كلكم، مع السلامة يا أحلى أطفال، وتصبحوا على ألف خير.